بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إخواني في الله، أخواتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله تعالى وبفضله ومنه وكرمه نلتقي مجددا وفي عدد آخر من حصتكم بالقرآن نحيا. واليوم بإذن الله تعالى نتكلم على أمر مهم يختص بهذا الشهر الفضيل من غير أن نطيل عليكم، ألا وهو القرآن الكريم. تعلمون أن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن في شهر رمضان. خص ربنا سبحانه وتعالى هذا الشهر لإنزال القرآن فيه، وكما تكلمنا سابقا أن الكتب السماوية كلها أنزلت في رمضان. يقول الله سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بما أن هذا الشهر شهر القرآن الكريم، لا بد أن نتكلم على فضل القرآن الكريم وعلى القرآن الكريم. الله سبحانه وتعالى يقول: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. من قرأ القرآن وتغلغل القرآن في صدره يهديه القرآن للتي هي أقوم. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: القرآن شافع مشفع وماحل مصدق. القرآن شافع مشفع، القرآن يشفع لك أيها القارئ. القرآن ماحل مصدق. ما معنى ماحل؟ الماحل هو المجادل، نقول بالعامية تاعنا الماحل هو المحامي. القرآن يحامي عليك يوم القيامة، القرآن يجادل عنك يوم القيامة، فيشفع لك ويدخلك الجنة، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: القرآن أو الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشراب والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: أي ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه. فيشفعان. القرآن يشفع لك أيها القارئ، فكن ممن يقرأ القرآن ولا يغفل عن القرآن. لماذا؟ لأن الرسول يشكو منك يوم القيامة. يقول الله سبحانه وتعالى: وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. إياك أن تكون ممن يهجر القرآن، إياك أن تكون ممن يدخل في هذا المعنى: إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. إياك أن تهجر القرآن، بل اجعل القرآن ديدنك وطريقك إلى الله سبحانه وتعالى. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ حرفا من القرآن فله به حسنة، والحسنة ب10 أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، كل حرف عندك به حسنة، والحسنة ب10 أمثالها. احسب أنت أيها القارئ إذا قرأت القرآن من أوله إلى آخره شحال عندك من حسنات. القرآن كله فيه 321,180 حرف، يعني عندك 321,180 حسنة، والحسنة ب10 أمثالها إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء. وهذا شهر تضاعف فيه الحسنات. فكن ممن يقرأ القرآن خاصة في شهر الصيام. ونحن نرى أن كل ما يتعلق بالقرآن له فضل، كل شيء يتعلق بالقرآن له فضل. رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل على سائر الناس وعلى سائر الأنبياء لأن القرآن أنزل عليه. رمضان فضل على سائر الشهور لأن القرآن أنزل فيه. ليلة القدر فضلت على سائر الليالي. لماذا؟ لأن القرآن أنزل فيها. إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة. كل ما يتعلق بالقرآن له فضل. حتى الإنسان لو تعلق بالقرآن صار له فضل عند الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. قال عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذه الأفضلية. كل ما يتعلق بالقرآن، حتى أنت أيها القارئ لو تعلقت بالقرآن وكانت حياتك مليئة بالقرآن
تكون لك أفضلية. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يوم القيامة كما ثبت في الحديث الصحيح يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. ما دام أنك تقرأ وأنت ترتقي في درجات الجنة، ترتقي وترتقي إلى أن تصل إلى الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. والله رأيت طريقة هي من أسهل الطرق لكي تقرأ القرآن كله من سورة الفاتحة إلى سورة الناس في 12 يوما فقط. 12 يوم هذا ما كان تقدر تختم القرآن بطريقة سهلة جدا في غاية السهولة، لا تستغرق وقتا طويلا. ما هي هذه الطريقة؟ والله لو امتثلتموها تختموا القرآن في 12 يوم. ما هي هذه الطريقة؟ شوف، كل صلاة أقرأ حزب من القرآن، كل صلاة. هاو عندك كل يوم 5 أحزاب، كل يوم 5 أحزاب تختم القرآن في 12 يوم. لا تستغرق منك وقتا طويلا، وقت قصير جدا، تقريبا 10 دقائق 11 دقيقة 12 دقيقة. هذا ما كان تختم القرآن الكريم في 12 يوم. هذا ما كان. ما تحرمش نفسك أيها الإنسان. لا بد أن يكون لك ورد ولو نزل قليل، ولو شيء قليل كل يوم، ولو شيء قليل معليش. المهم لا تهجر القرآن، لا تغفل عن القرآن. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. أحب حاجة إلى الله سبحانه وتعالى تكون حاجة تداوم عليها، ولو كانت قليلة هذا العمل، ولو كان قليل هذا العمل، ولو جزء يسير من القرآن الكريم تقرأه كل يوم، ما تغفلش عليه. أنت حبيب إلى الله سبحانه وتعالى. أحب الأعمال إلى الله أدومها لديرها كل يوم وإن كان شيئا قليلا. إياك أن تغفل عن القرآن، إياك أن تهجر القرآن، إياك أن تكون من الذين قيل فيهم إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. لا تهجر القرآن، اقرأ القرآن ولو شيئا قليلا، ولو جزء يسير كل يوم تقرأه. عندك أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى، وأنت مثاب عند الله سبحانه وتعالى. اسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم شفيعا لنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون القرآن العظيم حجة لنا لا حجة علينا. وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.